يعود مرة أخرى للقب بطولة الدوري الإيطالي بعد غياب لأكثر من 30 عام. ألا يكفي بأن نقول بأن اليوفي قلص الفارق إلى 7 نقاط ويريد أن يخرج اليوم بفارق يصل إلى 4 نقاط حتى يدخل الشك أكثر إلى قلوب لاعبي نابولي، حتى تهتز ثقتهم أكثر. قبل كل ذلك صافرة حكم المباراة دانييلي. صراع الأيام الكبيرة، صراع النجوم الكبار، صراع الميركاتو والانتقالات. الكرة العرضية إلى أوسيمين، الله الله، لكن حارس المرمى تشيزني ما زالت الشباك نظيفة يا أوسيمين. الله على هذا النيجيري الذي يهرب بين المدافعين. شوف الكرة العالية وشايفون المتابعة، لكن تشيزني كانت ضعيفة. الكرة تصل باتجاه كفارا، بيلعب لكرة باتجاه زيلينسكي، بيلعب لكرة في مكان، الله، عرضية، متابعة مستحيل يا رب. نابولي يضرب أولا، كلهم يحملون السلاح، كلهم يحملون السلاح. هنا أنت لست في مأمن أبدا في الجنوب، الكل هنا قادر على أن يصوب. يا لها من ضربة، يا لها من إصابة. فيكتور أوسيمين بالقوة أولا. نابولي يحرك ملعب دييغو أرماندو مارادونا. الله على كرة أكملها بعد أن كانت من الممكن أن تكون. كفارا بيرسل كرة عرضية، هنا الارتقاء، الله على الضغط المستمر، المساحات بشكل أكبر، عرضية ملك، الله. بدأنا نشاهد اليوفنتوس وهذه الثانية يا ميرت. حافظ على شباكك لأن الثالثة قد تكون ثابتة. الكرة تصل إلى أوسيمين وتأتي بلقب بطولة الدوري. الكرة مقطوعة، عادت إلى دي ماريا، دي ماريا قد يتصرف، دي ماريا عدى، صوب، الله. يا لها من كرة كادت أن تعيد اليوفنتوس، يا لها من لقطة ظهرت فيها دي ماريا بالدور الذي يجيد أن يلعبه دائما. يا لها من لقطة يا دي ماريا، العارضة فقط هي التي تقف أمام هذا اللاعب. ينسى الموضوع، أنغويسا، الله، بيرسل كرة في مكان من جديد باتجاه، لم يسلموا بعد، لم يخسروا بعد. عرضية من دي ماريا لكن الكرة طالت على بريمير. سبق وان سجل بريمير، سبق وان سجل بونوتشي في الجولة الماضية، سجل دانيلو. شوف الكرة العرضية العالية والكرة التي حاول في الجهة اليمنى. مرة أخرى عندما تفوز تخدمك نتائج الآخرين. وانظر إلى أوسيمين، انظر إلى أوسيمين، وصلت إلى كفارا، وصلت إلى كفارا، كفارا دونا، كفارا دونا، ساحر الجنوب الجديد يعيد كتابة التاريخ. مارادونا هنا كسروا عقدتهم. كفارا يحيي الذكرى، كفارا يحيي الذكرى. مارادونا كسر العقدة، كفارا يحيي الذكرى ويعيدها من جديد. يا له من نابولي، يا له من نابولي، من أين يأتي الخطر؟ كيف سيكون الحل؟ كيف تواجه؟ دي ماريا أراد أن يسجل وكانت له كرة في العارضة. الكرة بتتحول من جديد إلى دي ماريا، حاول، الكرة بتتهيأ، دي ماريا، الله. من يلعب دور البطل لا يتركه وإن تغير المشهد وإن تغير المكان. بعد خدمته لوطنه الآن دي ماريا في خدمة السيد العجوز يسجل هدفا لليوفنتوس ويعيد الحظوظ ويعيد الآمال. دي ماريا يقول لم يمت اليوفنتوس بعد، ما زلنا في الملعب، لم تنتهي المباراة. إنها كيزا حاول، عادت في مكان، وصلت إلى دي ماريا لكن الكرة بتتخلص، الكرة تعود. هنا المرور، هنا العرضية في مكان، مستحيلة كيزا، يا رب على كرة كانت لليوفنتوس. احذر من هذا اليوفنتوس، قد يأتي إليك مثقلا بجراحهم ويخرج لمصلحة اليوفنتوس. وهذه الكرة العرضية العالية والرأسية
الكرة تصل بعد ذلك إلى حارس المرمى لكن ميريت كان حاضرا. الشوط الأول عنوانه نابولي هجوم لا يمكن مقاومته، واليوفنتوس بسبعة أرواح. مشاهدينا متابعينا، لم تبح المباراة بكل أسرارها، إنها تقول أوسيمين لو عدى، أوسيمين لو عدى، أوسيمين الله. الجزري يتصدى لكرة كانت ميتة، وفجأة نشاهد أوسيمين يواجه حارس المرمى. شوف القوة، شوف التحضير، شوف كيف يحجز على كرته، يصوب. لكن نشاهد الكرة الآن من جانب كفارة، الكرة بتعدي. الله، إيطاليا ليست مستعدة لكل هذا، ليست مستعدة لكل هذا. ضربة ثالثة من كتيبة سباليتي. التغيير في التبديل يتأجل، لكن التغيير في الأهداف لا يتأجل، لا يتأجل، لا يتأجل. من الذي صوب؟ من الذي ضرب؟ الله على النقلات، الله على التصويب، الله على نابولي. وصلت إلى الكرة، بتتحول الآن باتجاه بريمر، بيرسل الكرة في مكان باتجاه دانيلو. تعود الكرة، يتأخر، يضغطون عليه، يضغطون عليه، إنهم يضغطون على الدوري بأكمله. يا الله يا كرة أوسيمين، كادوا أن يقتلونك يا بريمير. انتبه، هنا الأخطاء ممنوعة. انتبه، إنك هنا في الجنوب. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ يا بريمير يحاول فيها، الكرة تصطدم في ماريو روي، عادت إلى كفارة، كفارة عرضية. الله، تظنني وهلة بأنك تراقبه، وسرعان ما تكتشف بأنه يراقبك. إنه يبحث عن ضحية جديدة في كل مرة. اليوفنتوس ضحيته الجديدة. الله يا أوسيمين، الله يا أوسيمين. انظروا إلى عرضية كفارة، انظروا إلى رأسية أوسيمين. من منهما أجمل؟ من منهما أحلى؟ هل تأتي إلى هنا بشباك نظيفة؟ بأنهم لا يتعبون في أرضية الملعب. الله، في كل هجمة يصلون إلى تشيزني. أربعة، وتشيزني يتألق في كثير من الكرات. كفارة ينافسه. ماذا يفعل نابولي بالكرة؟ كيف يتلاعب بالكرة؟ ماذا يريد نابولي بعد الأربعة؟ انظروا إلى إلماس، انظروا إلى إلماس، انظروا إلى نابولي، وهدف إلماس، وأقدام من إلماس، ونابولي من ذهب، وسحر لا ينتهي، وعرض لا يتوقف، وقوة لا تقاوم، وصدارة لا توصف، ومتعة لا نظير لها. مستحيلة يا نابولي. ماذا تريدون أكثر؟ ماذا تقدمون أكثر من هذه الليلة؟ أكبر فوز في تاريخ نابولي على اليوفنتوس. أصبحت كبيرة، أصبحت ثقيلة، إنها ليلة تاريخية يا إلماس. اليوم في مكان سليم. الله، التمريرة قد تأتي تقليص الفارق، ولكن أليكس ميريت يعود مرة أخرى للقب بطولة الدوري الإيطالي بعد غياب لأكثر من 30 عام. ألا يكفي بأن نقول بأن اليوفي قلص الفارق إلى 7 نقاط، ويريد أن يخرج اليوم بفارق يصل إلى 4 نقاط حتى يدخل الشك أكثر إلى قلوب لاعبي نابولي، حتى تهتز ثقتهم أكثر. قبل كل ذلك صافرة حكم المباراة دانييلي. صراع